القطعة. شوفوها بنات، اني راح احتاج من عندها ايش قد اخذ؟ راح اخذ منها 25 مثل كل مرة. وهذا الدرس ضروري تحفظوه، ما توقعون بعد باي خطأ بخص الردان خاصة. يعني راح اجي اخذها من العرض. الردان اني اريد اخذها من العرض. هاي القطعة تلبس 4 اكس لارج قياس خاص. ايش قد عندي بقى؟ اريد جواب. ايش قد عندي بقى؟ عافية عافية بالشاطرات. يلا بقى هاي عندي مترين. عافية عافية عافية. والله دا يجاوبون صح اليوم ما شاء الله. احنا هسه عندنا هاي القطعة اللي هي مترين، اللي هي 4 طبقات، كل طبقة صارت عندي 50. كل طبقة من الطبقات اني صارت عندي 50. اريدش تنتبهين القطعة تلبس قياس 4 اكس لارج. المرأة خشنة، صاحبة زنود، صاحبة اشياء، افتهموها زين. راح ابدي اخذ الميلان من الجوانب، ما راح ابدي اخذ هواية. راح اخذ اني بهاي اصابيعي 3 يعني 6، وامشي بهاي الطريقة وانهي المنطقة الصفر. زين نجي بعد الستاند احسن على مود تشوفن زين، بما انه ما شاء الله انت كل شي تشوفن زين زين. نجي بهاي الطريقة، اني ابدي من جوا. اللي تريد تبدي من جوا تبدي، اللي تريد تبدي من فوق تبدي. كل واحد وطريقته، وراح تطلع عندك النتيجة واحدة. أنا ما أخذت هواية. إيش قد أخذت؟ شوف الدخولية إيش قد. خلي أقيس لكم الدخولية. أنا إيش قد بديت بالاثنين وصعدت. خلي نشوف ايش قد. سعودية عدلة، وبعدين فتت ايش قد؟ فتت 5، بعدين صار عندي 6، صعدت ايش قد؟ 7. شوفي وصلت ايش قد؟ وصلت 8 اللي هي ايش قد؟ اللي هي 4 أصابع. ضبط 4 أصابع. تمام بنات؟ من الصعدين ابدي ب2 ب1 3 4 راح الصعدين هكذا. سعودية حلوة ومرتبة، لأنه مرة قياسها خاص لازم تنتبهون على القياسات. زين؟ احنا ايش قد وصلنا شبر. أنا أريد أسوي لها شبر، وأريد آخذ لها النزال إصبعين. راح يكون عندي ايش قد؟ شبر وإصبعين. انتبهوا بنات. اجي بهاي الطريقة اني راح احفر. صار عندي حفرة مال الردان. ما اخذ هواية. اني صارت عندي الحفرة. خلينا نشوف ايش قد صار عندنا. اني هذا ما لي علاقة بي. شبر وكيف صار عندي 28.
انا راح اخذ هذا النزال اللي قلت لكم ما لي علاقه به واعوفه هنا. تمام. اجي على هاي القطعه واكمل شنو اللي راح اشتغل الصدر مالتها. والعرض هذا الظهر، هذا الظهر اللي عندها امها خشنه سمينه، هاي بعد يمك انتي واجراءاتك تشتغلي لها هذا العرض. احنا وين نجي على الامام اللي هو هذا، اللي هو هذا. شوفوا بنات، اللي هو هذا. تمام. واريد اخرجها بالكيبورد، يعني نطعمها بالكيبورد. انا ايش عندي هسه؟ اريد اطعمها. انتبهوا بنات، تنزلين هذا الكيبورد للنهايه، هذا الكيبورد راح تنزليه للنهايه، راح يصير عندك هنا، راح يصير عندك هذا الكيبورد هنا. طبعا هذا الكيبورد تفصليه وتضربيه لاصق وياها، يعني مو واحدها. اللاصق راح يكون هذا الابيض ابو الوجهين بنات، على مود يثبت عندك، على مود يثبت عندك. احنا هسه ايش عندنا؟ عندنا هذا الكيبورد، هذا الكيبورد. كل شيء ما يخرب عندك اذا تشتغلين بصوره صحيحه، كل شيء ما يخرب. هذا يتخيط من الوسط، يتخيط من الوسط. احنا سوينا الحفرة وكملنا. من راح تفتحيها للدشداشة؟ انتي مكملة مقعدة الكيبورد ومرتبة الكيبورد. شو تسوين؟ تجيبين من نفس القماش دقام، الدقام راح تكون 3 تفصيل بسيط وكبايري وحلو وما بي اي صعوبة. اذا صعب قولولي، واذا سهل هم قولولي. يلا يا هلا. سهل؟ انا ما اريد اسوي لكم شيء صعب، اريدكم هم سهل وهم يطلع حلو. الطول 180 والعرض 140 يا قلبي، والعرض 140. حلو وسهل. تقدرين تجيبين غير دانتيل، تقدرين تخلين لون بيج، المهم انت اي لون عندك راح تشتغلين عليه وراح ترتبين شغلك عليه، راح يطلع حلو ومو هوسه، مو احلى من الدانتيلات اللي بيها لمع وما اعرف. هذا راح يتخيط. هي قلبا وقالبا راح تصير الدشداشة حلوة، دانتيل حلو ومرتب. اي يا عمري عندي موجودة. خيطة قدامك؟ لا راح اخيط العباية، اني اخيط العباية لانه هو يريدوها اليوم اطلعها توصيل، لازم ادزها.
احنا عندنا ايش قد؟ عندنا 50. عندنا 50. ما عرفتي هسه دخلتي مو؟ ترين. والمرة عندها اشياء يعني زنود الله يحفظها ان شاء الله يا ربي، هي تتابع. واريد اعرض لها الردان. زين شلون راح نعرض لها الردان؟ تبتي لي وحده تقول اشتغلي حسب الشريط ما اعرف شنو، تبتي لي تعليق خلي افتهم. عندها سؤال خلي نفتهم. اخذنا